ايه اكتر مدينه حاسس ان هي فاميلي فريندلي تقدر ان انت تريز كيدز ان ا فيري جود واي في نفس الوقت اسعارها ريزونبل؟ السلام عليكم، معاكم محمود البغدادي من كندا. النهارده معانا سبيشال جيست صراحه، استاذ سعيد. حبيبي يعني ربنا يخليك. صراحه انا بحبك في الله، يعني حبيبي ربنا ربنا يعلم يخليك. صراحه ان هو فعلا يعني اكتر شخص اتعاملت معاه جوه الفيلد بتاع الريل استيت، تراست وورثي حقيقي. بيديك راي بكل صراحه وبكل امانه عشان يتاكد ان انت تاخد الحاجه اللي انت محتاجها، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله السن برضه عليه عامل كبير ان هو بيلعب دور في حته الخبره. كلنا فاهمين ان انت يعني عشان تقدر تدي راي لحد في قرار مصيري زي شراء البيت ده محتاج يعني حاجات كتير، ولازم يبقى عندك خبره مش بس من ناحيه البيت، من ناحيه الفاينانشال، من ناحيه المورجج، من ناحيه حاجات كتير داخله كفيتشرز ان انت تقدر تاخد القرار ده. فانا مبسوط والله ان انا قاعد معاك النهارده. دي فرصه سعيده. يا حبيبي اتشرفت. انا اسعد والله، انا اتشرفت بحضرتك طبعا. خلينا نبدا الاول من الماركت عامل ازاي في كندا من عينيك يعني. الماركت على حسب. اوكي، فلو انت بتتكلم على حاجه زي الديتاتشد اللي هي احنا عندنا في مصر بنسميها فيلا مستقله، او ديتاتشد او سيمي ديتاتشد اللي هي فيلا مستقله بس بيبقوا 2 كاربون كوبي اليمين وشمال، سيمي ديتاتشد. ودول عاده بيبقوا فري هولد، يعني مفيش كوندو فيز، مفيش مصاريف شهريه، دول لسه محافظين على ثمنهم. اوكي، فلو احنا بنتكلم على المنطقه اللي احنا هنا في اوكفيل، الديتاتشد لابريل اللي فات ده الافريج هوم 1.5. اوكي، الابسوربشن ريت انت بتتكلم في اراوند 16%، يعني معنى كده ان هو بالانسد ماركت. الطلب والعرض الاثنين متوازنين. اوكي، لو جيت على السيمي ديتاتشد انت بتتكلم افريج هوم اراوند مليون 1. الابسوربشن ريت بينزل ل 14%، فايتس مور توردز البايرز ماركت. الكوندو، وهو ده بقى النهارده لو حد عايز يعمل انتري في الماركت، عايز يستفيد ان هو يحط رجله في الماركت، في ديسكاونتس هايل اللي هي في الكوندو ماركت في اسعار انبليفبل دلوقتي. ليها طبعا سايد افكت اللي هي الكوندو فيز، انما you're taking value for money قصاد دي، وبتقدر انك انت تحط رجلك في حاجه بسعر قليل. فلو بنتكلم برضه على اوكفيل، الافريج كوندو اراوند 750,000، والابسوربشن ريت انت بتتكلم في 12%، فايتس definitely still a buyer's market. buyer's market بمعنى ان المطروح اكتر، فالمطروح والسحب عليه قليل، only 12%. اوكي، وبالتالي المطروح كتير، وبالتالي تقدر انك انت تجيب حاجه بسعر كويس قوي. اتوقع ده كمان هيأثر في ان انت عندك مساحه للنيجوشيشن شويه. يعني انا اخر فتره لاحظت ان فعلا في اخر سنتين يمكن في كوندوز كتيره بتتسلم، في عماير كتير كانت بالفعل بتتبنى اتسلمت في اخر سنتين، فده نوعا ما بيتيح للناس الفرصه. ولكن اغلب الناس بتبقى خايفه من حته اول حاجه اللي هو المينتنس فيز زي ما انت قلت الكوندو فيز، او كمان الناحيه بتاعه الديبريشيشن. بيقولوا دايما الكوندوز بيحصل لها برايس ديبريشيشن اسرع بكتير من الديتاتشد، واللي هو نسبيا بيحفظ الفاليو بتاعه. سؤال جميل. انت لو بتتكلم في انا عايز اعمل، وعشان كده دايما بقول فرق انت ايه الاحتياج بتاعك. اوكي، فلو انت بتتكلم انا عايز بيت فور انفستمنت، سعيد انا معايا كاش، انا اي ونت تو بارك في بيت، في شقه، وهبيعها السنه الجايه او كمان سنتين، هقول لك لا، this is not the right decision. لو انت بتتكلم انك انت عايز تحط رجلك في بيت and to appreciate، وعارف ان هو it will appreciate على 2027 2028، definitely condo market is the ideal thing انك انت تخش دلوقتي فيه. حضرتك ذكرت الديتاتشد والسيمي ديتاتش والكوندو، في النص الناس اللي هي عارفين التاون هومز اللي هي بيبقى مثلا حوالي 4 أو 3 بيوت لازقين في بعض كده، في منهم كورنر ولكن نسبيا هو بيبقى دورين مثلا او 3 ادوار او كده. ايه رايك في التاون هومز في الحته دي؟ ايه موقعه في الماركت؟ موقعه في الماركت في النص بين السيمي ديتاشت وبين الكوندو. اوكي، وعلى فكره ده بيبقى فيه 3 كاتيجوري، في اللي هو فري هولد اللي هي ما فيش مينتنس خالص، وفي حاجه اسمها بوتل، اوكي، بارسل اوف تايد لاند، اللي هي بتبقى المناطق اللي بعيده شويه، وبالتالي المنطقه دي بيتفقوا مع بعض يا جماعه احنا هنلم من بعض $99 عشان السنو ريموفل، وعندنا باركات صغيره عشان نعمل لها مينتنس، فده اللي بنسميه بوتل، فيز قليله قوي بس ستيل اتس فري هولد. واخر حاجه اللي هي بتبقى لا كوندو بورد، يعني تبع عماره وجنبها بتبقى مجموعه من التاون هومز. حلو جدا. فحضرتك ترشح لو حد حابب ان هو يدخل في الماركت يدخل فين؟ سكن ولا انفستمنت؟ انفستمنت، خلينا نبدا بالانفستمنت. لا انفستمنت ديفينت، لو if you can afford انك انت تاخد حاجه فري هولد
تاون هاوس Yeah. ايديال تبقى سيمي ديتاشد، ايديال تبقى ديتاشد كومبليتلي. حلو جدا. لو عنده برايس كابابيلتي ان هو يقدر يخش. وفي حاجات يعني انا دلوقتي يعني في عيله بتاعت دكتوره يعني ناحيه ستوني كريك، وفعلا لقيت لها حاجات she was approved down payment ما شاء الله. $20,000 و she's approved for 168. اوكي ما شاء الله. فما مش هلاقي. طب احنا نازلين لحد الصبح بدري، هنبص على 7 بيوت. اوكي وكلهم ديتاتشد، بيوت مستقله هايله متجدده وفي مجالات. طب التاون هومز ايه الافريج بتاع حضرتك؟ ذكرت ان السيمي ديتاتش حوالي 1.2 مليون. لو تاون هومز الافريج بتاعه على حسب المكان، على حسب المكان. فلو بنتكلم في اوكفيل نفس الحكايه، يعني لو انت بتتكلم نورث ويست من اوكفيل ناحيه قريب من بيرلينغتون، انا ممكن اجيب لك حاجات في حدود ال 900 850 900، بس دول هيبقوا كوندو بكوندو فيه. ايه الحاجات اللي المفروض الواحد يركز عليها وهو بياخد خطوه زي دي؟ خلاص افتكر ان هو معايا البادجت اللي تخليني ادخل مثلا على تاون هومز سيمي ديتاتش، وات ايفر هو البادجت بتاعته حطيته في انه جزء. ايه الحاجات؟ خلاص انا دلوقتي هشتري مثلا سيمي ديتاتش، اركز على ايه وانا بشتري؟ اهم حاجه ما تبصش للفيسبوك. اوكي. ما تاخدش نصيحه من الفيسبوك ارجوك. هنا في كندا الموضوع متقنن. اي حد اسمه ريلتر مع لايسنس ريل استيت ده قاعد يذاكر فيها، عنده تامين مهني اللي هو بنسميها ايرورز اند اوميشنز، ومتامن عليه لو عمل غلطه مهنيه اوريدي انت بتتغطى من دي حاجه. فانت بتثق في حد، ناس كتيره قوي واثقه فيه قالت لك ان ده كويس. اي حد، بس المهم شوف حد ذو ثقه انك انت فعلا انك انت تتعامل معاه. الجزء المهني ما تقلقش منه، لان الجزء المهني اوريدي هو لايسنسد. حد انت بتثق فيه وهو المفروض هيعمل الصح. لو هيعمل صح معاك في حاجات بنأمن الكلاينتس بتوعنا فيها. يعني بمعنى مثلا انا دلوقتي حاليا انا ببيع بيت وبشتري بيت لواحد من الكلاينتس، فزودت كلوز. عاده بعمل 2 كلوزز. كلوز اللي هو تقدر انك انت ترجع في كلامك من انت اشتريت بيت، قدمت بيت، اتقبل النيجوشيتد، اتقبل. انما عاده بنحط 2 كونديشن فاينانسنج، ان المورجج فاينلي قال لك يس 100% يس على البيت ده وي ويل جيف يو ذات اماونت. الكونديشن تاني اللي هو انسبكشن، بنجيب انسبكتور لانه في حاجات هو يقدر يبص فيها انا ما اقدرش ابص عليها، اللي هي زي ليكج ورا الحيطه، في الاتيك في مولد. واكشلي بيقول لك المولد ده مثلا، يعني كان في بيت بشتريه وكان في المولد وهو قال في باتش اوف مولد ودي التكلفه بتاعتها اراوند $4,000 والسيلر وافق ان هو يصلحها. فده الكونديشن الثاني. في حاله مثلا اللي هو الكلاينت اللي انا ببيع له دلوقتي البيت ده، البيت اللي وريته لك انا في ايتوبيكو. اوكي باي ذا واي اتس بيوتيفول هوم بس اني واي البيت لان احنا بنشتري، فالاوفرز اللي انا بقدمها ففي كونديشن ان هو يبيع البيت بتاعه. فافرض البيت بتاعه ما اتباعش، لا هو يقدر ان هو يرجع في البيعه دي. ففي كونديشنز مهم قوي ان احنا لما نيجي نشتري ليك البيت نبقى مأمنينك في لكل الظروف اللي هي فاينانس، حاله البيت، وخط رجعه لو البيت الحالي اللي انت فيه ما اتباعش. ايه اللي بيحصل لو حد مش حاطط الكونديشنز دي ودخل؟ ادينا البروسيس كده بالترتيب. انا عجبني بيت والبيت ده مثلا ب 1 مليون، فايه اللي بيحصل عشان نحط اوفر؟ بنحط قد ايه؟ ولو مش حاطط كونديشنز ايه اللي ممكن يحصل في الحاله دي؟ لا مش حاطط كونديشن معاك ربنا. يعني كلنا طبعا معنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن تبقى غلطه كبيره قوي قوي. في ناس بتبقى في بيوت اللي هي بتبقى از اللي هو البيت احنا عارفين البيت محتاج تصليحات ومحتاج، وهو بيقولوا البيت النهارده اللي حواليه كله في حدود المليون، لكن احنا عارضين البيت ده ب 850 لانه ممكن يبقى استيت سيل. استيت سيل اللي هو ناس ورثه وعايزين كل واحد ياخد فلوسه ويمشي، فاتس ا بارجن. فوركلوجر، البنك عمل فوركلوجر لحد والبنك عايز فلوس، البنك مش هيقعد يفاصل. ففي بتبقى حاجات لقط في الحاله دي بيبقى از وبيقول لك يعني ريجاردز انت عملت انسبكشن ولا لا، يور باينج ات without انسبكشن. فهو بيخش وعاده اللي بيعمل دي بيبقى حد اوريدي بيعمل فليبنج للبيوت. يعني عندي كذا حد بيشتروا بيوضبوا وبيبيعوا
والمكسب فيها كويس. ما شاء الله. وازاي نقدر نقلل الضرائب؟ لا ليها طرق ان احنا نقدر نقلل الضرائب. اوكي، لان الناس برضو بتقلق من حته الكابيتال جين ليجلي. حلو جدا. الناس مش بتبقى فاهمه برضو، وتقول اللي هو عادي، طب ما حته مولد الكلام ده، مش عارفين ان الليبر هنا غالي. انا سمعت مثلا عن ناس بتشتري بيت وممكن يبقى فيه مشكله في الويندوز، سمعت ارقام فلكيه في موضوع الويندوز دي اللي هي ممكن توصل ل 20 و 30 الف دولار واكتر كمان. الويندوز من الحاجات اللي بتبقى السيلينج فيتشرز، ان بنقول الويندوز دي اتغيرت 2023 مثلا، والريتنج بتاعها عالي، وبالتالي هتوفر لك الكهرباء في الهيتنج وفي التبريد في الصيف. اوكي، فهي بيبقى ليها بالفعل عدد سنين ضمان، اتوقع في منها بيوصل 15 20 سنه. يعني نسبيا اكتر حاجات الواحد بيركز عليها الويندوز لو ما فيش مولد، ولو بيت كمان في بيزمنت. في الاغلب البيزمنت ساعات بيحصل فيه حاجات من كده، ان هو مولد او كده، وفي كراكس. يعني الكراكس الناس بتخاف منها، كل البيوت فيها كراكس اللي هي الارض بتريح. فالكراكس دي ليها علاج، يعني بيعمل حقن فيها وبتتعالج وعادي. فما يخوفنيش ان البيت فيه البيسمنت فيه كراكس. اللي يخوفني منها لو كان فيه فلودنج هو ده اللي ممكن. وعشان كده الانسبكتور لما بيجي هوم انسبكشن بيقول دي كان فيها كذا كذا كذا، وبالتالي عايز تاخدها ولا لا. انت النهارده بتبقى صاحب القرار. طيب خلينا نمشيهم بقى بالخطوات. احنا دلوقتي عجبنا بيت ب$1 مليون وانت معايا، بنمشي ازاي في الخطوات؟ اللي بيحدد ثمن البيت فعليا البيوت اللي حواليه اللي اتباعت، اللي هي الكومباربلز. اوكي. بيبقى فيه طبعا شطاره ان حد يعني واخد لايسنس ان هو هي كان نيجوشيت مع الطرف الثاني، وبحيث هي ابيلز للايجنت الثاني ان اوكي انت عارف الماركت كذا كذا في المنطقه دي وكذا، وبيلاقي ميوتشوال جراوند مع الايجنت الثاني، وبيكسب الايجنت في صفه. في الحاله دي انا بجيب اسعار الحمد لله بتوفيق من ربنا، لا بنجيب اسعار واي داون عن اللي هي مطلوبه. بس في النهايه برضو الماركت هو اللي بيحدد. فهمتك. بنمشي بقى في الخطوات، ان انا بحط اوفر مثلا بنسبه 5% 10%، بحط 10,000 في الاول. الموضوع بيمشي ازاي؟ عاده انت بتحط 5%. اوكي. فانت قدمت على بيت ب1,000,000، فتحط داون بيمنت 50,000. عاده 5%. في ناس بتقول لا انا عايز ابين ان انا قد كده عندي فاينانشلي ام ساوند وقوي، وبالتالي احط مثلا 100 او كذا. بنقدم ده الشيك. الناس خايفه انه ده الشيك هيروح للبايع. لا، الشيك ده بيبقى مكتوب كده. يعني مثلا الايجنت اللي هو عارض، اللي هو الليستنج ايجنت اللي عارض البيت للبيع، ليتس سي ان هو مثلا رويال بيج، انا مع ريماكس هولمارك. فالشيك ده بيروح للليستنج بروكرج التراست اكاونت، اللي هو حساب سسبنس اكاونت او حساب وسيط. الفلوس دي بتحط موجوده هناك لغايه وقت الكلوزنج، اللي هو خلاص احنا بننقل الملكيه. واللي عاده بيعمل دي بيبقى المحامي. ففي حاجتين مهمين قوي، غير انك انت بتلاقي مورجج، بتلاقي ريلتر انت واثق فيه وفعلا بيشتغل لمصلحتك انت. ودي بتعرفها بالوقت. يعني هو خلاص عايز يلزق لي اي بيت وخلاص، ولا لا هو بيقول لك لا خلي بالك البيت ده كذا، البيت ده فيه عيوب كذا، خليت بالك من المدارس، انت قلت لي في المدارس مش كويسه، خليت بالك من المدارس. يعني بيبقى فعلا ادفايزر. اوكي، مش عايز كويك ديل وخلاص. غير دي في حاجتين مهمين جدا، المورجج بروكر كويس واللوير كويس. دول يعني ما اقدرش اقول لك قد ايه مهمين ان انت تتعامل معاهم، لانه في ديلز باظت بسبب مورجج بروكر جديد مش فاهم، مشغول، والديلز باظت. نفس الحكايه مع المحامي، يوم الكلوزنج وبيكلموه ما بيردش. فعشان كده دول حاجتين الناس اندر استيميتنج ذم. يس، انا سمعت فعلا عن كيسز كتيره كان المحامي نوعا ما تخاذل عن عمل حاجات معينه، والناس بعد 2 أو 3 اكتشفوا ان في مثلا فلوس على البيت، مثلا عند الكهرباء او عند الميه ما جابش. مش مفروض. وعشان كده بيبقى في قبل الكلوزنج عاده باسبوعين بنعمل حاجه اسمها تايتل سيرش. المحامي بيعمل تشيك على ان فعلا جون دو اللي بيبيع لك البيت هو فعلا بيمتلك البيت، ما فيش عليه قضايا، ما فيش عليه فلوس للسي ار اي، بيتاكد ان ما فيش فلوس، ما فيش لوس اندز، عشان يتاكد ان فعلا يوم الكلوزنج الامور هتمشي سموث. طب انت دلوقتي حضرتك ذكرت الريلتور بتاعي، الريلتور او الايجنت بتاع البائع، المحامي، المورجج بروكر، كل الناس دي انا هدفع لهم فلوس ولا الموضوع بيمشي ازاي؟
المحامي اي فلوس بيني وبينك، اي فلوس هياخدها وعاده ما بيبقوش كتير. هي الناس بتخلط المحامي خد قد ايه، وعاده بياخد من 1500 ل 2000. اوكي بلس اتش اس تي. اوكي الناس بتخلط بين ده وبين نقل الملكيه. اوكي نقل الملكيه على حسب انت فين. يعني في تورونتو الحاجات المشهوره عندنا هنا اللي هو شارع ستيلز. اوكي ساوث من شارع ستيلز انت جوه حدود مدينه تورونتو، وبالتالي نقل الملكيه عالي قوي. اوكي نورث منه الناحيه الثانيه من الشارع واي اقل، لانك انت طلعت، انت بقيت دلوقتي في يورك ريجن. فده المحامي ما بياخدش فلوس كتيره، بس انت اللي بتدفع له. الانسبكتور طبعا انت بتدفع له في حدود $500 في بيت بمليون اتس ورث ديفنتلي يعني. دول الاثنين. المورجج بروكر ما بياخدش منك انت، انا ما باخدش منك، انا بجيب لك البيت وباخد من البايع. وبالتالي سعيد انت بقالك بتلف معايا وشوفنا بيوت وريتني وكل الكلام ده، وفي النهايه مش هديك بالعكس، ده انت وقت ما نخلص ان شاء الله هجيب لك هديه. فلا you don't pay me and you don't pay المورجج بروكر. فالحاجه الوحيده اللي بتدفعها اللي هو على حسب البرسنتج اللي انت وصلت بيها المورجج، سواء 5 or 10%. المورجج بروكر بياخد من البنك، الريلتور بتاعي بياخد من البايع، بس الحاجه الوحيده اللي بتدفعها الانسبكشن والمحامي. حلو جدا. فلان الناس بتبقى خايفه ان هو انا كده هيبقى في مصاريف كتير، فبتحاول تقلل من الحاجات التانية، فهو ده اللي بيوقعها في مشاكل. مع ان هو زي ما حضرتك قلت ان هو اتس worth it ان هو يبقى في محامي كويس، مش اي محامي كمان، يبقى في محامي كويس بيعمل شغله مظبوط، ما بيتخاذلش وما بيكسلش، عشان فعلا في مشاكل ممكن الواحد يقع فيها. حلو جدا. واحد مثلا عايش في الخليج، خلينا نقول حد مثلا عايش في دبي او في السعوديه، جه عمل لاندنج معاه PR، بس دلوقتي بيفكر ان هو يشتري، عجبه مثلا الماركت هنا وحابب ان هو يبدا. هل الحاجه زي دي متاحه؟ مش هيبقى عنده حاجه يقدمها للبنك ان هو عنده دخل، ايه اللي ممكن يعمله؟ لو هو نون كنديان ونون ريزيدنت، الحاجه الوحيده اللي يقدر يشتريها في الجي تي اي اللي هي كوميرشال. ففي واحد مثلا صديقي ويعني عايش في بلد تانية، فجبت له مالتي بلكس، يعني اللي هي مبنى صغير في محلين تحت وشقتين فوق. اوكي اتس فور انفستمنت، يعني في دي يقدر يجيبها از ان انفستمنت كوميرشال. لو عايز ريزيدنشال ممكن بره الجي تي اي، يعني في لندن اونتاريو جنب الجامعه في ووترلو. لو هو معاه PR او كنديان يقدر ان هو يشتري هنا حتى لو ما عندوش انكم هنا. انا دايما بقول يا جماعه في اي لاندر، الاي لاندر اللي هم الخمس بنوك الكبيره، ودول حاطين رجل على رجل. اوكي والكلاينت جاي له وعاده ما بيبقوش فلكسبل في النيجوشيشنز. البي لاندرز الناس بتخاف منهم. البي لاندر مش برايفت لاندر، البي لاندر اللي هو زي لورنشن بانك، زي ناشونال بانك، زي دوكا كريدت يونيون. دول they're eager ان هم ياخدوا البيزنس بتاعك and they're more flexible. يعني كان في واحد في مصر زيرو انكم هنا، وجبنا له مورجج من واحد من دول وعلى بيت كبير. اوكي يعني المورجج كان $2 مليون، بس الانكم بتاعه في مصر كان يغطي. اوكي they verified it، ليهم الطرق بتاعتهم. السؤال طبعا الاول سؤال سعيد، هيبلغ السي ار اي؟ لا ما بيبلغش السي ار اي. هيبلغ السي ار اي لو في قضيه، يعني في كورت كيس ولازم ان هو يبلغهم. انما هو مش بنفسه هيروح السي ار اي يقول لهم على فكره محمود اوريدي مش هيبوظ عميله من عنده. اوكي بس هو يعني احنا في الائتمان، انا كنت كريدت اوفيسر سنين طويله في HSBC in a different life يعني. فانا عايز اتاكد من الكريدت وورثنس بتاع الكلاينت بتاعي، ان عنده الملاءه الماليه ان هو ممكن يدفع المورجج. فلو ده ساتسفايد بالنسبه لي فخلاص بقدر ان انا ادي له مورجج، او هو يعني البنك ده اللي هو البي لاندر يقدر يدي. هل البي لاندرز بيفرقوا في البرسنتج اللي بياخدوها as an interest rate؟ بيفرق، بيتكلم من 20 basis points ل 35 basis points. فلو انت بتتكلم في 3.5 التاني هيبقى 3.8. اوكي بدل 3.5 ممكن يبقى 3.8 3.75. هو what is the average دلوقتي؟ دلوقتي ممكن في حاجات 4.01 و 4.1. لا في اسعار كويسه. ده الفيكسد ولا الفاريبل؟ الفيكسد يعني بين الفيكسد والفاريبل ممكن اجيب لك 3.9 لغايه 4.1 4.2. اوكي ممكن حضرتك تشرح برضه للناس الحته دي، ايه الفرق ما بين الفيكسد والفاريبل؟ اوكي الفيكسد
الفيكس مربوط بحاجه اسمها البوند ماركت. اوكي، البوند ماركت بكل اسف ابتدت تعلى، وبالتالي احنا خايفين دلوقتي ان الفيكس يبتدي يرجع يعلى تاني. احنا في عندنا اناونسمنت، تيف ماكلم محافظ البنك المركزي في اول جون هيعلن ريت جديد، احتمال ان هو يعلي سعر الاقراض بتاع البنك هنا، وبالتالي ممكن كل الاسعار تبتدي تعلى. طب ده بالنسبه للفيكسد اللي هو تقريبا نسبه حوالي 4.4 كده، ده بيبقى فيكسد، انت خلاص بيتحدد بيه المورج اللي انت هتدفعه شهريا لمده مثلا 3 سنين او 5 سنين، ممكن تعمله سنه يعني. ممكن يعني في ناس بنقول لها، حتى في ناس اللي هي الكريدت سكور بتاعها مش كويس، اوكي، وما عندهاش انكم عالي، بنقول لها حتى اقبل سي لاندر، اوكي، فور 1 يير. السايكل اللي ابتدت تمشي، يعني من احسن الحاجات اللي بتعليها الكريدت سكور بتاعك يبقى عندك مورجج، اوكي، لانه اتس فيكست، مبلغ كبير وانت ملتزم بتدفع، ده هايل. وبعديها بسنه اطلع منه وانقل بعد كده على بي لاندر او على اي لاندر. اوكي، فده الفيكسد قلنا الرينج ده. الفاريبل ايه الفايده منه؟ هل هو الفاريبل بيبقى اعلى شويه. الفاريبل حاليا اعلى شويه، يعني ممكن تتكلم في اعلى شويه من 4.1 ومن 4، لكن احنا متوقعين ان هو يبتدي ينزل. اي هوب ان هو ينزل، ما حدش طبعا يقدر يعرف ايه اللي هيحصل، بس هو ليتلي بكل اسف صديقنا اللي هو يعني مش مهم حاجه عجيبه جدا ان الايكويتي اللي هي الستوكس هبطت، وعاده معنى كده البونز عليت، وحتى البونز هبطت، يعني ما شاء الله خلى حاجه اول مره تحصل والايكويتي الاثنين يهبطوا مع بعض، مع انهم دايما علاقتهم عكسيه. ما شاء الله يعني بيكسر كل اثر على كل حاجه. جميل جميل. بس بالرغم من كده برجع اقول لك تاني، مرورنا على حته التارفس والحاجات دي، جايز كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وخليني اغطيها سريعا. النهارده التارفس اللي بتحصل دي بتخلي لو بيلدر لسه ما بناش راس المال جبان، اوكي، هيقول مش هبني، وبالتالي الانفنتوري بتاع بيوت هيقل، وبالتالي اسعارها هتعلى. طب انا لو بيلدر اوريدي ابتديت ابني، انا في وسط البحر اوريدي، وعليا التارفس زادت 25%، فعليا 25% دي هتاثر على سعر البيت بين 15 ل 18%. يبقى النهارده البيت اللي انا كنت هديهولك بمليون، هديهولك بمليون 150 او مليون 180، فالاسعار هتبتدي تعلى. وعشان كده بنقول there is the best time انك انت تشتري النهارده، احسن وقت للبايرز انهم يشتروا النهارده. هل شايف ان الاحسن الواحد يشتري من بيلدرز لسه بيبني وهيشتري مثلا كمان سنه او سنتين، ولا يشتري بيت موجود على ارض الواقع؟ على حسب تاني، على حسب ظروفك. لو انت معكش فلوس دلوقتي وعايز انك انت تدفع ستاجرد، يعني شويه بشويه لغايه سنتين 3، ماشي البيلدر. بس البيلدر فيه حاجات مهمه قوي، وطبعا ده اتس توتالي ديفرنت، ممكن حلقه كامله نقعد نتكلم فيها على البري كونستراكشن. بري كونستراكشن سريعا بس اتاكد البيلدر السمعه بتاعته ايه، يعني ما تروحش سنتر كورت، اوكي، اي wouldn't buy مع سنتر كورت ديفينتلي، يعني بياخدوا البايرز محكمه وقضايا بتاع، اي wouldn't يعني. في اسامي ممتازه، اوكي، لما تقول لي منكس، لما تقول لي بروكفيلد، في شركات اسامي عندها سمعتها هايله، اوكي. مين البيلدر وسمعته ايه؟ نمره 2، نسال على حاجتين، في ديفلوبمنت فيز ولا لا. في ناس بتشتري وبعد ما خلصت فجأة البيلدر النهارده عايز يوصل اليوتيليتيز بالجريد بتاعت المونسيباليتي، فعليه 12 مليون، بيروح موزعهم على اليونتس كلها. فانت وحدتك 3 نوم، انا وحدتي 1 نوم، يبقى انت نصيبك مثلا 20,000، انا نصيبي 8,000 9,000. انا ما كنتش عامل حسابي. طب انت ما سالتش، طب ما انا الايجنت ما قاليش عليها. فده نمره 2 اللي هي ديفلوبمنت فيز. نمره 3 اساينمنت في، اساينمنت في بمبلغ ولا اساينمنت في فور فري. اساينمنت في ان انا ممكن ابيع اليونت دي وانا حصل لي ظروف وعايز اطلع منها. في بيلدرز يقول لك لا سوري انت لازم تكمل، يا عم معيش، سوري انت لازم تكمل، وممكن يرفع عليك قضيه. فعشان كده بقول لك في اسئله لازم تتسال. اخر حاجه واللي هي البيلدر ده سمعته ان هو لما بيخلص، من ساعه ما خلص بيديك حاجه اسمها اوكيبنسي لغايه الكلوزنج، لغايه ما تتنقل. في الفتره دي بيبقى في حاجه اسمها انترم اوكيبنسي في، اكنك مأجر منه، اوكي. فانت اشتريت البيت، استلمت وسكنت، وبعدين بتبتدي تدفع له مثلا $3,000
3000 ونص دولار ما حدش قال لي عليها. فاهم؟ ففي حاجات كتيره لازم بس تبقى فاهم. فعشان كده بقول لك هي مش وان سايز فيت اول، هي لازم انك انت تبقى مع ريلتر بيشرح لك الكلام ده، حتى لو معناها ان الديل ما تتمش. اوكي، بس اتليست يعني طبعاً عمل اللي عليه واداني وتغرق. وفي النهايه انت عندك المعلومه، انت تقرر تكمل فيها ولا لا، بس لازم الاول يبقى شرح لك فعلا، لان هو التفاصيل. بيقولوا دايما ان هو كل حاجه هنا بتبقى محطوطه في الورق، العقد بيبقى شامل كل حاجه، بس لازم تقرا كل حاجه بتمعن فعلا. زي ما بيقولوا في كلمه جايه دايما بتقال هنا، اللي هو هنا شراء البيت زي الجواز، واحد من ضمن اهم قرارات في حياتك يعني. ففعلا اللي هو موضوع ما ينفعش تدخله كده وانت بتجرب، ما فيهوش، لان برضه رقم كبير بيتحط، وفي ناس ممكن دي تبقى تحويشه حياتها كلها، فالموضوع برضه يعني مغامره نوعا ما. اكبر استثمار هتعمله عاده في حياتك يعني، صح. هو والولاد. صح، هو انك انت تجيب ولاد. فعلا فعلا. فده كده حلو جدا. لو حد بيشتري بيت الافرج بتاعه مثلا ان هو يحط مليون، هل يروح مثلا في حته بعيده يشتري ديتاتش، ولا يسكن في مدينه من المدن المعروفه جوه الجي تي اي مثلا وكده ويجيب حاجه صغيره؟ ايه الاحسن، ان هو يبعد ولا يفضل يخليه وسط المدن لو ولاده لسه ما دخلوش مدارس ومش مربوطين بالمدارس، يعني في واحد دلوقتي في ووتر داون عايز يشتري وعايز يطلع، لكن هو مجبر في المنطقه دي لان ولاده اتعودوا على المنطقه وبقى ليهم صحاب ومش عايز يخليهم يغيروا، فهو مضطر ان هو يسكن هنا. فبدل ما كان ممكن اجيب له في مثلا حته هايله في هاملتون اللي هي اسمها انكاستر، او في داندس في هاملتون which is a beautiful، يعني حتى من احلى المناطق، مدارس الجريدنج بتاعها 9.1 و 9.2 من 10 هايله، لكن هو ما يقدرش ينقل. ليه؟ لانه فبالتالي he will settle على حاجه زي تاون هاوس عشان مجبر عشان ولاده. هو اجان هي كلها على حسب احتياجاتك، على حسب احتياجه في الوقت الحالي فعلا. طيب في ناس كتيره بتتكلم دلوقتي ان هيعملوا مثلا ترين ما بين كيتشنر وما بين الجي تي او ما بين اوكفيل مثلا وميس ساجا وكده، فهل شايف ان المدن البعيده لو بدا يتحل فيها حته المواصلات، يتحل فيها مثلا حته ان هم يقربوها عن طريق خط سكه حديد او الكلام ده، هل ده يعتبر استثمار جديد؟ اكيد اكيد. يعني دلوقتي في ناس بتشتري في هاملتون لان في اللي هو السبيد ترين، مفروض ان هو هياخد المسافه من داون تاون هاملتون لغايه يونيون ستيشن اللي هو داون تاون، هياخدها في حدود 25 دقيقه. واو. اوكي، فده طبعا هيبقى سهل جدا ان هو الحركه طبعا هينشط المنطقه. طبعا لو حد شغال في تورونتو مثلا وساكن في هاملتون، ساعتها مش هيبقى عنده مشكله، خصوصا ان هو انت ممكن تقدر تشتري ديتاتش في هاملتون ب 1.2 ودول ما يجيبوش حتى كوندو كويسه في تورونتو. يعني الوضع فعلا هناك، لان خلاص تعتبر كل حاجه اوكيبايد، كل حاجه بالفعل مبنيه، فما فيش حاجه بتتبنى جديده اتوقع في تورونتو. في تورونتو في بنى كتير. أوكي. بس هو اللي بيحصل دلوقتي خلال السنتين اللي فاتت، انت عارف حصل في الكوفيد لخبطه كتير، ان الناس كان معاها فلوس كتيره، الحكومه كانت بتدي فلوس يعني عماله بتطبع وبتدي ناس فلوس، وبكل اسف في ناس استغلت ده وبقى معاها كاش كتير وحطت في شقق كتير. دلوقتي مش قادرين تو كلوز، اوكي، وبالتالي المطروح من البري كونستراكشن اللي بنسميه اساينمنت سيل. انا عاده بحط دايما ديل اوف ذا ويك، حد مش قادر يقفل وبتبقى اقل من يعني مستعد يخسر مثلا 100,000، مستعد يخسر 90,000 60,000، لكن عايز يطلع عشان البيلدر ما يعملش عليه مشكله. البيلدينج دلوقتي اقل، وبالتالي على 2027 2028 و29 مش هيبقى فيه انفنتوري جديد من الكوندوز، وبالتالي الكوندوز عشان كده قلت لك لو حد عايز يشتري للسكن، كوندوز از ذا ايديال ثينج بالنسبه له دلوقتي. اوكي، اول حاجه سعرها واطي يقدر يحط رجله فيها، نمره 2 الانفنتوري اللي موجود على 2028 مش هيبقى موجود، وبالتالي الاسعار هترجع تبتدي تعلى تاني، فايتس ا جود انفستمنت بالنسبه له. لو حد دلوقتي مش مربوط بالولاد ومش مربوط بكده، وعنده الامكانيه ان هو يحط مثلا لغايه 800,000، هل الاحسن ان هو يدور مثلا على حاجه بره المدينه ويتحرك عادي بعربيه، ولا يدور في مدينه سكنيه لو احنا زي ما احنا في على حسب شغله؟ لو هو ريموت لا طبعا في فرص هايله. في مدن ممكن انت ترشحها قريبه مثلا؟ انا بحب قوي انكاستر.
كاسل بنسميها اولد ماني، كندا اولد ماني. البيوت ريتش، المكان ريتش، نادي الجولف حلو يعني، اوادم عارف ايوه يعني. صح. عندي فعلا حد من صحابي ساكن هناك وبيقول المدينه حلوه جدا. هيلا. واللي زيها اللي هي داندس، الاثنين دول من احلى الاماكن اللي انا بحبهم قوي، لانه قريبين مش بعيد قوي. انا نتيجه شغلي انا يعني عادي بالنسبه لي، بخطف رجلي لغايه هناك، بروح وارجع عادي. حضرتك ما شاء الله شغال في الجي تي اي كلها، يعني احنا من اول هاملتون لغايه نورث يورك، يعني الجزء ده انكلودينج طبعا بيرلينغتون، ميلتون، اوكفيل، ميسيساجا، ايتوبيكو، كل دول انت يعني عندك شغل فيهم. خلينا ناخد راي شخصي كده منك، ايه اكتر مدينه انت بتحبها؟ بغض النظر ان انا بحب اوكفيل طبعا عشان انا هنا ولكن ايه اكتر مدينه حاسس ان هي فاميلي فريندلي، تقدر ان انت تريز كيدز ان ا فيري جود واي، في نفس الوقت اسعارها ريزونبل؟ بص، انا من الحاجات اللي هي الناس مش فاهماها كويس حاجه زي بيرلينغتون. بيرلينغتون بنسميها لاند لوكت، اوكي، بمعنى اوكفيل مفتوحه، فاوكفيل هتفضل تكبر لغايه ما هتلضم ايفنشلي مع ميلتون، اوكي. بيرلينغتون ميزتها ان هي لاند لوكت في المحميه اللي هي الجرين بيلت، فمش هيقدر يبني اكتر من هذا، وبالتالي معدل الزياده في الاسعار في بيرلينغتون اعلى من اوكفيل. اوكي. فالناس مش واخده بالها من الحته دي. بيرلينغتون من اكتر الحتت اللي انا بحبها. الحته الثانيه اللي هي نورث من نورث يورك. انا في نورث يورك، بحب جدا نورث يورك. انما من الحتت اللي بجد هايله اللي هي حاجه زي كينج سيتي. كينج سيتي اللي هي يعني في عندك ريتشموند هيل، وبعدين اورورا ونيو ماركت، وفي على الويست منها اللي هي الكينج سيتي. كينج سيتي من الحتت الهايله، بيوت فيها هايله. ستوفل من الحتت الجميله الهايله. والحته دي الجروث فيها يعني بنفس الثمن بتاخد ب same مليون، تقدر تاخد مثلا تلت ايكر. يا هيوج ما شاء الله، يعني 1.2 تقدر تاخد بيت مهول هناك. اتوقع هو الاول كان كل العمارة حوالين الليك شبه عندنا في مصر، واحنا كلنا كنا حوالين النيل كده. دلوقتي بدأ الموضوع يمشي نورث اكتر. فالاول انا عارف يعني ميلتون مثلا كانت تعتبر فاضيه شبه يعني غابه في الاول، وبعد كده بدأت تعمر. يعني انا اخر مره رحت فعلا لقيت داون تاون حتى ميلتون بقى قوي جدا. فاتوقع ناحيه يعني نورث تورونو نفس الكلام، اللي هو كان الاول تورونو بس، بعد كده نورث يورك وفون، الموضوع عمال يتطور. فهل ده يعتبر استثمار كويس في خلال 10 سنين جايين؟ اكيد. بص، ما فيش خلاف ان الريل استيت هنا من اقوى الحاجات، لان على قد حبي في دبي وعلى قد ما انا عملت فلوس في الريل استيت في دبي، وكان عندي كذا شركه في دبي وبحب جدا دبي ما شاء الله. لكن لما تقول لي هناك سبيكيوليشن، يعني كلها مضاربه، اوكي. بتمشي بالليل، عمارات كومبليتلي ضلمه هناك، فكلها سبيكيوليشن. هنا في عندك جينيون طلب للبيوت. كندا اتس ان ايجينج بوبوليشن، وبالتالي دايما معتمده على الاميجرنتس بيجي وبيجي مع الفلوس بتاعته، ولو معهوش فلوس بيشتغل بايديه واسنانه عشان يعمل فلوس، عشان يثبت نفسه هنا. وبالتالي دي بتعمل دايما ديماند على البيوت. نمره واحد. نمره اتنين، الايجينج بوبوليشن عايز يبيع البيت بتاعه لانه مش قادر يعمل شافلنج للسنو ولا يعمل مينتنس، وعايز ياخد بيت اصغر يبقى فيه مينتنس، ففي الطلب ده اشك انك انت تقدر تلاقيه في حته تانية. ممكن طبعا حد يعني يقول لك لا ازاي في مدينه كذا في اسكتلندا فيها كذا، ولا في استراليا. اكيد في اماكن تانية. انا بتكلم على هنا لان انا عارف هنا ودارس هنا ولايسنس هنا. الريل استيت ديماند از جينيون للبلد. هو فعلا هو ده مخلي الماركت دايناميك قوي وبيتحرك بسرعه كبيره، ومعتمد فعلا ان هو في طلب كتير وفي عرض ما شاء الله على طول. فبحس فعلا انا موافق الصراحه في الراي ده، لان انا من ساعه ما جيت وانا برضه عمال افكر في حته ان هو امتى ناخد بيت، امتى يعني ان هو خلاص، هل مجرد ان انا يبقى كافي معايا جاهز الداون بيمنت في الاول as little as 20,000. وزي ما بقول لك في ناس يعني كذا حد خدوا بيوت، بس دايما بضحك معاهم بقول له ماشي حط 5% ونجيب لك بي لاندر ايفن سي لاندر فور 1 year، وبعدين كده تنقل. اللي بعدين بقول ديسكليمر از لونج ان انت مش هتطلب ان انا اجيب لك بيت على الليك في اوكفيل بالظبط. يعني ما خليك يعني عندي ليميتس يعني. صح. بس زي مثلا العيله اللي انا بدور فيها معاها دي على في لينكن، في سان كاثرينز، في نياجرا اون ذا ليكس، في ستوني كريك، في بيوت هايله
انا سمعت خبر النهارده مرعب، يمكن حتى شيرته معاك، اللي هو هيبداوا يعملوا بوت رايد من اول ترونو لغايه Hovercraft. سان كاثرين. Yeah. ده هيبقى مرعب، هياخد تقريبا حوالي 25 او 30 دقيقه، وهيعملوا 48 رايد ذا داي. فده حاجه مرعبه يعني. انت ممكن تبقى شغال في تورونو وما زلت في نفس الوقت ساكن في سان كاثرين، فانت مش خسران كتير. واتوقع هناك الماركت قوي جدا دلوقتي. نياجرا اون ذا ليك من احلى الاماكن لو رحتها. انا رحت مره حقيقي، كنت منبهر يعني. جميله فعلا. وهناك الافريج للديتاتش عامل ازاي؟ ديتاتش احنا دلوقتي بندور في الرينج بتاع 600 ل 700. وفي هناك حاجات ديتاتش، في حاجات كويسه متجدده كويسه هايله ما شاء الله. ففعلا لو حد عنده الامكانيه، حتى لو هو مثلا يقدر يقعد 2-3 شغله ريموت وكلام من ده، يسكن هناك أكيد. شويه لغايه ما الدنيا تبدا تنتعش. فعلا الاستثمار يعتبر قوي جدا. حلو جدا. متشكر جدا لوقت حضرتك النهارده. حقيقه انا يعني اتبسطت جدا ان انا قعدت معاك، وان شاء الله يكون المقابله دي يعني فادت الناس. انا كده هعمل شير للكونتاكت بتاعك عشان لو حد حابب ان هو يتواصل مع حضرتك. تحت امرك. بس ولعله ان شاء الله نكونوا قدرنا ان احنا نساعد الناس يعني باذن الله. ولو اي حد محتاج اي اسئله عن الريل استيت وكده في كندا، يقدر يريليت او يكتب في الكومنت، او ان هو يرجع الاستاذ سعيد على طول على رقم التليفون بتاعه او على الايميل. بس وبالتوفيق ان شاء الله. نتشرف. السلام عليكم. سي شكرا.